بعد بسم الله الرحمن الرحيم احنا جايين نتكلم على مين؟ الجدول بتاع الاحمال. ريت نركز بقى عشان الكلام ده مهم جدا جدا. الموضوع اللي انا جايين نتكلم عليه وجدول الاحمال ده مهم. جدول الاحمال من غيره مش هعرف اشتغل. ليه؟ ان هو دوت الايه، الامان بتاعي. اول ما امسك الجدول الاحمال، لكل ونش ليه جدول احمال، لكل ونش ليه جدول احمال على كل زاويه. كلمه كل زاويه دي ايه مهمه. جدول الاحمال بتاعي ده دليل ليا. يعني ايه كلمه دليل ليا ديت؟ يعني النهارده جايلي في الموقع قال لي يا باشمهندس عبد الله، انت عندك دلوقتي الطرد 10 ايه، 10 طن عاوز ترفع، او فرضا 5 طن. يجي واحد يقول لك ما دي سهله يا هندسه، ممكن اشتغلها بسرعه. لا مش بسرعه. وريني الورق بتاع حضرتك بتاع جدول الاحمال، عشان في اشتراطات انا ابدا اقول لك عليها عشان تبدا تقف ايه عليها. رقم واحد عندنا، توقف لي الونش بتاعك بطريقه معينه. طب ايه الطريقه دي يا مش مهندس؟ حاجه اسمها راديوس. يعني ايه راديوس؟ يعني من نص الهوك مستقيم كده، وابدا امشي بيه للارض. المسافه دي اسمها راديوس، من اول نص الهوك اللي عندي لغايه نص ايه الكابينه اللي عندي دي اسمها ايه، اسمها راديوس. راديوس هي دي المسافه دي، مثلا 20 قدم على حسب ما تلاقيها. واقول لك ايه، ابدا افرد لي البوم بتاعك فرضا مثلا 34 متر. تمام، ده كده خاص بمين؟ بالطول بتاع البوم، وده بتاع نص القطر. تمام، وابدا افرد بوم بطول معين بنص قطر معين، ويقول لك مثلا فرضا هتشيل حمولة معين. لما تحقق لي رقم واحد اللي هو الراديوس، تمام كده، يعني انا هتفرد ايه، بوم بطول معين بزاوية معينة، تمام، بنص قطر معين، وهتحسب لي الراديوس اللي عندك. يعني راديوس مع الزاوية مع البوم. تمام، كل ده عشان ايه يا باشمهندس؟ حمولة 5 طن؟ اه طبعا. ما هندسة انا هشيلها على طول وانا لسه اعمل كل ده؟ ما هو اي غلط ممكن يقلب الونش، او ممكن يكسر البوم، او ممكن يؤدي الى حوادث. تمام. في بقى ايه، خط اسود. ده سؤال بيجي في انترفيو. خلي بالكوا بقى من السؤال ده عشان مهم جدا. بس انا هبدأ معاكم نقطة نقطة عشان الناس تبدأ تفهم والموضوع ما يكونش صعب عليهم. هنبدأ ناخدوها بالتفصيل كده. قدام حضرتك دلوقتي ايه، جدول. اللي على ايدك الشمال ده مكتوب ايه؟ مكتوب عليه راديوس انفت. ايه يا جماعة راديوس انفت؟ اللي هي مكتوب 10 12 15 20 25 30 35 40 45. الراديوس بتبدأ تبص على الصورة، تلاقي في سهم نازل ايه، للهوك كده في نص ايه الكابينة. بص، من اول نص الهوك لغاية نص الكابينة ده اسمه الراديوس. الحتة دي كده المسافة دي اسمها ايه، الراديوس. دي كده المسافة بتاعته. هنبدأ كده نرجع للجدول بتاعنا. هتلاقي في بوم موجود فوق. البوم دوت هتلاقي ايه، في موجود فيه ارقام 34 40 44 45 56 64 74 84. طب ايه معنى الكلام ده بقى؟ يعني كده بوم فارد قد ايه؟ رقم 34 دي كده ايه، اول وصلة. لما يجي يذكر رقم 40، مش معناه ان الوصلة التانية كلها ايه، انها 40، لا. لما بيقول 34 يبقى اول وصلة في البوم 34 متر. لما يجي يقولي وخدت الوصلة رقم 42، مش معناه كده ان القلم الابيض من البوم ده. هفهمها لكم انا الموضوع ده دلوقتي. دي اول وصلة، تمام. حطيت تاني وصلة، فايه وصلت ل40. هو مش قصده ان دي كده هي ال40، فاهمني؟ لا طبعا.
هو قصده من اول هنا لغاية هنا دي اللي ايه اللي 40. تمام كده، عشان بس تكون قطع الدنيا فيا. هتنزل تحتيه كده هتلاقي بين الايه بين القوسين ارقام 70 وعليها رقم الزاوية، يعني الزاوية 70. انا هبدأ اشرحها كده بالتفصيل ان شاء الله، واقولك انها بتتكون من ايه. فوق الرقم اللي بين قوسين ده مكتوب 10,000، واللي هنا 74,000. ايه دي بقى بتاعتي دي، وايه معناه دوت؟ عاوزين نبدأ نركز مع بعض. انا مثلا عندي وزنه 73 طن و700، الوزن 63 طن و700، ده رقم 1 2 3، هو ده 63 طن و700. طن في 1000 كيلو. حضرتك بقى تطلع رقم 40، والزاوية بتاعته كام؟ 65، والبوم بتاعه 40، والراديوس بتاعه كام؟ 15. الطرد ده كده جايلي كده من الجمرك، مثبت ان هو جايلي بوزن معين. بيقولي مثلا ان وزن 63 طن، فاروح للسواق اقول له انا عاوز ايه؟ انا عاوز اشيل الطرد 63 طن. بحكمه، شفت الكلمة دي اللي هو يفتح الراديوس بتاعه، بحكمه ان هو يبدأ يفتح الراديوس بتاعه. ده يا جماعة الراديوس بتاعه انا بتكلم فيه من نص البوم، تمام، نص الهوك لغاية نص الكابين. تمام، عندي كام؟ 15 قدم. فروح ايه البوم بتاعك يتفتح 40 متر، وعند زاوية 65 اللي هو المؤشر اللي عامل شبه البرجل ده. يبقى ساعتها لما حضرتك هتحقق لي رقم 1 الراديوس، كمان طول البوم، رقم 2 ورقم 3 الزاوية. يبقى رقم 1 الراديوس، رقم 2 تمام البوم، رقم 3 الايه الزاوية. كده تبدأ تحقق لي 63 طن و700. كده ايه امان، يعني كمان الونش بيديك امان كده يعني ده الحمولة الامان بتاعته. طيب عندي طرد 72 طن، طيب ابدأ احمله ازاي؟ هو بيتكلم بقى فين؟ بيتكلم في دي. خلي السواق بحكمه، يعني انا بحكم السواق، مخليش هو ايه شغل ايه دماغه عليا، مخلوش يشغل ايه الذكاء الصناعي بتاعه عليا. تفرزي الراديوس بتاعك كام؟ 15، تمام، مع بوم 34 مع زاوية 61. روح قسني من اول نص البوم اللي هو النص اللي هو هنا ده، تمام، لغاية نص الايه نص الطرد اللي عندي، تمام. وعندي كمان هنا ايه، وعندي كمان اللهم صل على محمد نص الكابين. طيب عندي 74 طن وعندي 72 طن، تمام. اتكلمنا في 72 طن و74 طن، يبقى هنا راديوس 10 40 زاوية 73. فاما تحقق الراديوس، تمام، وطول البوم والزاوية، ساعتها تشيل الحمل بتاعك الحمل الآمن. طيب السؤال اللي يهمك في انترفيو هيجيلك انه سؤال: ايه هو الخط اللي موجود؟ ده دايما بيتسأل في انترفيوهات. وهنا في خط ايه؟ انتوا شايفين الخط الاصفر. انت لما تيجي تمسك جدول معايا او جدول احمال هتلاقي الخط ده اسود. يجي بقى في المقابلة او يجي ساعات في انترفيو يقولك ايه معنى الخط الاسود اللي موجود في جدول الاحمال؟ معنى الخط الاسود اللي في جدول الاحمال دي الحدود بتاعتي. زمان ما كانش فيه كمبيوترات شغالة، او كانش فيه او نش ما كانش فيها كمبيوترات، او ما كانش بيعرفوا يشتغلوا. فكان بيعتمد يقولك لو الحمل وقع فوق الونش هيحصل له كذا، لو حصل هيحصل كذا. فلغاية دلوقتي في بعض المدارس، في بعض الناس اللي بتسأل فيها. نرجع بقى للسؤال بتاعنا: لو الرقم وقع فوق وانا ساعتها لما انا جيت شلت فوق الحمولة اللي انا مكررها، ممكن البومة تتكسر. لو الرقم وقع تحت الونش يعوم. فاكرين الحادثة بتاعت شركة الاسفلت ديت؟ انا هوريلكوا الفيديو دوت هنحتاجوه طبعا ان احنا نسمعه دلوقتي. انا قلت لراجل السواق اقف عند راديوس 20، تمام، راديوس 20 وبوم 40، تمام.
وزاوية 57. هنا المفروض يشيل كام؟ 52 طن. تمام. هو الطرد واحنا بنشيله لقيناه 70. انا كده حققت 3 حاجات: الراديوس بتاعي، حققت البوم، حققت الزاوية. 20. تمام. 57 40. كان المفروض يشيل 52. وهو جاي بيرفع الكمبيوتر ايه؟ بدأ يقرا 70. قرا معاه 70. ايه المتوقع ان يحصل للونش؟ طبعا البومة بتاعته تتكسر. تحت لو جه قلت له يا باشمهندس او راجل السواق، حضرتك عند 30 راديوس، تمام، 30، وعند طول بوم 44، او خليها طول بوم تمام 54، تمام، مع 30 في كده وزاوية 60، فيبدأ يشيل ايه؟ 27 طن. كده حقق لك 3 حاجات: الراديوس 30، طول البوم 54، زاوية كام؟ 56.5، وطرد وصل ل30 40. ساعتها كده هيحصل ايه الونش؟ يجي ايه؟ مقلوب. زودتله الزاوية وزودتله الحمل، او قللت الزاوية وزودت الحمل. تمام. ده نفس اللي حصل مع مين؟ الناس بتوع الاسفلت. لما انتوا فاكرين لما جه اخدوا الهراس، الفيديو ده هعرضهولكم، في ناس شافته قبل كده وعارفين. فالراجل وناش جه قالك انا لسه ايه؟ قافل ركايز مفيش مكان. وبعدين اللي حصل؟ يجي فارد كده يا دوبك ايه؟ فردتين، ولا حق النموذج بتاع ايه؟ بتوع التلات ارقام بتوعنا، في حاصل القلب اللي هي اللي انا هوريكم الفيديو بتاعها ان شاء الله. كان في مثال حي هناخدوه ان شاء الله.